ازيكم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من الطريق للنفس. معاكم هبة هندي، لايف كوتش ومدربة توازن نفس. كام حلم جواكم مستني يتنفس؟ كام فكرة في دماغك عاوزة تخرج للنور؟ مشروع جديد، شغل خاص، كورس، حتى مجرد هواية عايز تتعلمها بس لسه واقف مكانك. في حاجة بتمنعك، حاجة اسمها الخوف. الخوف من الفشل، الخوف إن الناس تقول إيه، الخوف من إن المجهود يضيع، الخوف من إنك تبدأ وما تكملش. النهاردة هنفتح ملف الخوف ده مع بعض، هنعرف إزاي نخليه دافع مش مانع، إزاي ناخد الخطوة الأولى من غير ما نضمن النتيجة، وإزاي نحول يا ترى لو فشلت ليا ترى لو نجحت. تعالوا نفكر الأول، الخوف ده جاي منين؟ المصدر الأول التربية. كتير مننا اتربينا على إن الغلطة حاجة وحشة، الفشل معناه إنك مش كويس، الفشل عيب. فلما كبرنا بقينا نخاف من أي خطوة ممكن تودينا للفشل، لأن الفشل عندنا بقى يساوي أنا غلط، أنا مش كفاية. المصدر التاني الكمالية. الشخص الكامل بيخاف يبدأ أي حاجة عشان عاوز يبقى ضامن إن الدراسة تكون مثالية 100%، المشروع يكون مثالي، النتيجة تكون مثالية. الكمال مش موجود في الدنيا، فالنتيجة إنها ما بتحصلش أصلا. المصدر الثالث نظرة الناس. أهلي هيفكروا إيه لو فشلت؟ القريب مني هيقول إيه؟ صحابي هيفرحوا بفشلي ولا هيزعلوا؟ خوفنا من الحكم الناس علينا أحيانا بيكبر من خوفنا ده، وبيكبر من خوفنا من الفشل نفسه. المصدر الرابع تجربة سابقة. جربت حاجة قبل كده ومشيتش معاك، باظت. دلوقتي أي محاولة جديدة بتفتح الجرح القديم، بتفكر في الفشل الأولي. كل المصادر دي بتخلق في دماغنا صورة وحشة عن الفشل، إنها نهاية العالم وإنه حاجة لا تطاق. لكن الحقيقة الفشل مش نهاية العالم، الفشل مجرد بيانات. طيب تسمح لي أغير مفهومك عن الفشل؟ خليني أقولك حاجة، مفيش حاجة اسمها فشل، في حاجة اسمها نتيجة أو خبرات. لما بنعمل حاجة وما بتمشيش زي ما خططنا ليها، ده مش معناه إنك فشلت، ده معناه إن الطريقة دي مش مظبوطة وجرب طريقة تانية. طيب تعرف إن توماس أديسون مخترع المصباح جرب 1000 مرة و1000 طريقة عشان يوصل للمصباح الكهربائي؟ جرب يخترع المصباح ومشيتش معاه. واحد صحفي سأله إزاي قدرت تستمر بعد 1000 محاولة فشل؟ تعرف أديسون رد عليه إيه؟ قال له أنا ما فشلتش ولا مرة، أنا جربت 1000 طريقة مش شغالة، واكتشفت منها إن كانت خطواتي لاختراع الطريق الصح هي 1000 محاولة، هي اللي كشفت لي الطريقة الواحدة اللي شغالة. تخيل لو أديسون استنى النتيجة المضمونة من أول مرة، كنا لسه هنفضل عايشين في الضلمة أكيد. الفرق بين الناس اللي بتنجح والناس اللي بتفضل واقفة في مكانها مش إنهم ما بيخافوش، كلنا بنخاف. الفرق إنهم مش بيسمحوا للخوف يوقفهم، بيمشوا والخوف ماشي جنبهم. وكل ما تمشي كل ما الخوف بيقل، لأنك بتكتشف إنك أقوى من اللي كنت متخيل. ودلوقتي هنعمل تمرين عملي عشان نقلل قوة الخوف. التمرين ده اسمه تصغير الكارثة وتحويل الطاقة. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الخطوة الأولى، سمي خوفك. ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو فشلت بالتفصيل؟ لو فتحت مشروع وممشيش هخسر،
هخسر فلوس قد إيه؟ هل دي خسارة هتقضي عليا؟ لو قدمت في شغل وما اتخدتش فيه، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هيتأثر دخلي ولا كرامتي؟ طيب لو اتعلمت حاجة جديدة وما كنتش موهوب فيها، هيضيع مني إيه؟ اكتب أسوأ سيناريو ممكن تتخيله. طيب الخطوة التانية، صغر الكارثة. اسأل نفسك، طب لو حصل الأسوأ ده، هل أنا هموت؟ هل حياتي هتنتهي؟ هل حب الناس ليا هيقل؟ لو كنت شخص نضيف، هل ربنا هيسيبني؟ في الغالب الإجابة هتبقى لأ. هتزعل، هتتعب، هتتأزم شوية، بس مش هتموت والحياة هتكمل. الخطوة التالتة، حول الطاقة. اسأل نفسك، ايه أحسن حاجة ممكن تحصل لو نجحت؟ هتغير مستقبلك؟ هتكون فخور بنفسك؟ هتفتح أبواب كتير قدامك؟ هتبقى قدوة لولادك إنهم ما يكبروش الخوف جواهم؟ الخطوة الرابعة، وازن الخسارة المتوقعة اللي مش هتقضي عليا مقابل المكسب المتوقع اللي ممكن يغير حياتي. ايه اللي يستحق؟ عاوز اقولك حاجة، الخوف مش هيروح بإشارة مني. الخوف هيروح لما تبدأ تتحرك وتعمل الأربع خطوات دول، وهتبقى دي البداية. أول حاجة، ابدأ صغير. مش لازم تغامر بكل حاجة مرة واحدة. لو عايز تفتح مشروع، ابدأ بدراسة جدوى صغيرة. لو عايز تتعلم حاجة، ابدأ بكورس أونلاين. الخطوة الصغيرة بتقلل الخوف وبتديلك ثقة. تاني حاجة، افصل بين قيمتك ونتيجة عملك. نجاح المشروع مش معناه انك انسان ناجح، وفشله مش معناه انك فاشل. انت كإنسان قيمتك ثابتة، بس مش بتتغير بنجاح ولا فشل. تالت حاجة، خد قرار انك هتتعلم، مش هتنجح وبس. بدل ما تقول انا عاوز انجح في المشروع ده، قول انا عاوز اتعلم ازاي بشغل المشروع ده، ازاي اتعامل مع الزباين، ازاي اطور نفسي. لو اتعلمت هيبقى كسبت حتى لو المشروع مكملش معاك. رابع حاجة، حط ديدلاين للخوف. قول لنفسك انا هخاف لمدة اسبوع وبعدين هبدأ، او انا اخاف وانا باخد الخطوة الاولى. عادي، الخوف مش هيمنعك. في الاخر خليك فاكر، النجاح مش انك ما تقعش، النجاح انك تقوم كل مرة بتقع فيها. الجرأة مش انك ما تخافش، الجرأة انك تخاف وتشتغل برضه. الحلقة الجاية هنتكلم عن العلاقات. ليه بحط نفسي في علاقات مضروبة؟ ازاي اختار الناس الصح في حياتي؟ لو عجبك المحتوى، اشترك في القناة وفعل الجرس، واكتبولي في التعليقات ايه الحلم اللي هتاخد فيه اول خطوة النهاردة. كان معاكم هبة هندي، وكنت معاكم في رابع حلقة من الطريق للنفس.